كنت منفصله وتقدم لي راجل منفصل، وبعد ما اتجوزنا زوجته رجعت وضغطت عليه وطلبت طلاق، وبالفعل انفصلت واتنازلت عن كل حقوق وسبته لبيته ومراته واولاده واختفيت تمام. من يوم الانفصال وهو بيدور عليا وعاوز نرجع وانا برفض. هم رجعوا وامورهم بقت في الاسوأ، ساب شغله وباع شقته وصرفوا فلوسهم ودايما في مشاكل، وهي سابته تاني وانفصل ومحاولات مستمره للرجوع. وبصراحه انا بحبه جدا وكنت موجوعه ومكسوره بعد الانفصال. المهم رجعت بعقد جديد وقايمه جديده ومؤخر وكامل حقوق، وهو اللي صمم يكتب كل الحاجات دي علشان محدش يجبره تاني على الطلاق. رجعنا في شقتي وعلى نفس العفش القديم وابتدينا حياتنا والدنيا اتظبط وسدد ديونه واشتغل ونفسيته بقت افضل، وحوشنا فلوس لشقه جديده. وظهرت تاني الزوجه الاولى عاوزاه تاني ليها لوحدها علشان هي الاولى وام الاولاد، وابتدت نفسيته تتعب تاني ويكون في صراع بينه وبين رجوع اولاده واستقراره. وبالفلوس اللي انا وهو حوشناها اشترى شقه ليها وللاولاد، وواحده واحده مصاريف الاولاد زاد وما بقاش في مصاريف علشاني ولا ايجار ولا حتى وقت. ما طلبش ننفصل وقال لي لو انفصلنا تاني هموت وكفايه وجودك جنبي. بس هو مش جنبي، انا عالجته وصلحته وبنيت انسان كان ضايع ومنهار. المره دي ما انسحبت وقلت مش هفرط في حقي تاني. ما طلبتش يسيبها او يسيب ولاد، بس انا ليا حق فيه، من حقي طول ما انا زوجته سكن ونفقه ووجوده. رفعت قضايا واتحكم فيها بالحبس كمان، بس مش قادر انفذها. الشقه الايجار سبتها علشان ما بدفعها، والمصاريف بشتغل، بس انا طبعا الحياه غاليه وصعبه جدا وعمال استلف. رافض تماما يطلقني بالحسنى. الاهل اتدخلوا وقالوا له هتاخد بس المؤخر وتتنازل عن القضايا. رفض. دلوقتي الموضوع بقى مع زوجته وقالت مش هتاخدي ولا مليم وخليك سنين تلف في المحاكم واصرف. هو بيجي لي من وراها ويديني مصاريف بسيطه او يدفع الايجار من اي فلوس بيخبيها من وراها، ويقعد ينهار انه عايش فعلا غصب عنه علشان ولاده، ودي اخر طلقه ليها، وهي عمرها ما هتسيبه تاني خلاص، وهو عمره ما هيسيبها تاني. الموضوع بقى صعب جدا وانا مش قابلاه على كرامته، وفي نفس الوقت انا فعلا محتاجه المصاريف دي، ولو رفعت خلع مش عارف اسدد ديوني وادفع ايجار منين. انا مش صغيره على الشغل والبهدله دي، عاوز ارتاح الباقي من عمري. انا عندي حاله من اليأس والعجز وفعلا مش عارف اتصرف. يا ريت نصيحه منكم في التعليقات.